اهلا وسهلا بيكم متابعي تلفزيون جريدة المصرية. رمضان مبارك عليكم باذن الله. هيكون معاكم محمد العزب في اولى حلقات برنامج ملعب المصرية. حلق عالي بحرية يا نسر نادي الوطنية. كل حاجة في الاهلي عظيمة، من اول قصة تأسيسه سنة 1907 لحد بطولاته لحد شعاره. النهاردة بقى هنركز في حاجة اوت اوف تراك، لا هنتكلم عن تحليل ولا اللاعب ده بيلعب في الحتة الفلانية ولا اللاعب ده توظيفه مهاجم او مدافع. هنتكلم عن شعار الاهلي من بدايته لحد تطوره في الوقت الحالي. الشعار اتصمم على ايد عضو النادي وواحد من المؤسسين اسمه شريف بيك صبري. الشعار كان عبارة عن شكل بيضاوي مزين بتاج الملك المصري في الطرف الاعلى، وبيرمز للحكم الملكي لمصر وقتها سنة 1952. وبعد ثورة يوليو الشعار اتغير للمرة الاولى في تاريخه، وتم اجراء بعض التعديلات عن طريق ازالة التاج الملكي عشان يفضل النسر فقط مع اسم النادي. واستمر الوضع ده لحد سنة 2007، وتم إجراء بعض التعديلات عليه في الاحتفال بالمئوية من خلال تغيير شكل النسر وإضافة اسم الأهلي بالإنجليزية وسنة تأسيسه، لأن الأهلي كان وقتها وصل للعالمية وكان واخد لقب نادي القرن وكسبان ريال مدريد، فكان لازم تغيير الشعار يبقى واجب وحتمي. وتيجي سنة 2023 والفريق يغير الشعار للمرة الثالثة في تاريخه. المرة دي عشان الأهلي بطولاته كترت عن الحد المسموح بيه، ده بجد مش هزار على فكرة. الشعار اتغير واتحط فيه كلمة نادي القرن ونجمة تحت غير الأربع نجوم اللي فوق، وكمان عشان اللوجو يبقى ليه جانب تسويقي عشان بطولات الأهلي سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي. النسر بقى اللي الجمهور تغنى بيه يمين وشمال في كل بلاد العالم وقاراته بيدل على الشموخ والمثابرة والقوة. وعلى الرغم من تغيير ديزاين شعار الأهلي أكتر من مرة وفي أكتر من حقبة، لكن فضلت الحاجة الوحيدة والثابتة هي النسر اللي شكل شخصية النادي الأهلي على مدار تاريخه. وهنا بقى لازم نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وبهنا نكون وصلنا لنهاية أولى حلقات برنامج ملعب المصرية. وحلق عالي يا نسر نادي الوطنية. سلام.